فقسة شداني البنات، مفقوسة مفقوسة مفقوسة. راجلي كنت موصية على واحد الساعة زوينة وغالية شوية، وكنت مختاريها يعني باللون وكلشي، يعني اختاريتها بالشهوة. كان كل ما كيجي كنسولو عليها كنقول ليه امضرا جبتيها ليا. كل مرة شنو كيقول لي؟ مرة نسيت، مرة تشغلت، مرة مازال ما كتاب. المهم كل مرة كان كيعطيني عذر. حتى البارح جا وفاجئني، قال لي ها الساعة اللي كنتي غادي تحماقي عليها ها هي جات. بصراحة فرحت بزاف بزاف حيت كانت عجباني وكنت كنتسناها من هادي شحال. خبعتها باش ما تشوفهاش ختو وتلصقني عليها، وانا مازال حتى ما فرحت بيها حيت فيها هاد القاعده اللي شافتها خصها حتى هي منه. ما علينا، بفرحتي قلت نخرج نصايب واحد الكيكه لراجلي. ايوا فعلا خرجت مشيت للكوزينه، وانا نلقى لوستي حتى هي في الكوزينه كانت كتشرب. والعجب في يديها الساعه ديالي، ساعتي. كنقول ما يمكنش، ساعتي هادي باللون بالديكور بكلشي. المهم سرحت شويه وبقيت كنفكر وكنحلل، حتى كتقاطع افكاري لوستي وكتقول لي ايوا قولي لي بالصحه، قولي لي بالصحه. قلت لها بصحه الزيونات ولكن علاش؟ قالت لي الساعه اللي جاب ليا خويا الله يحفظه ليا. حسيتها في هاد اللحظه كتقلي ليا السم. ما عرفتهاش واش عارفه انه جاب لي نفس الساعه وكتفقسني، ولا صحاب لها جابها ليها غير هي بوحديتها. صافي تعصبت وخليتها وسمحت في الكيكه اللي كنت باغيه ندير. ورجعت لراجلي قلت ليه ما حشمتيش؟ قال لي ياك لاباس اش درت؟ قلت ليه كيفاش تشري لختك نفس الساعه بنفس الموديل؟ قلت له ياك عارف خصك تتغير مني واللي شفتو عندي خصها منه. ما لقيتي والو غير انك تشري لها بحالي. المهم يعني الموضوع كبر، بقات كلمه مني كلمه منه. كيقول لي ولا راه بغيت نفرحكم بجوج. قال لي باش زعما ما نطيحش هكا في المشاكل وانت تقولي لا علاش جبتي لها هذه وهي تقول لا علاش جبتي لها هذه. ما لقيت ما ندير جبت لكم كيف كيف. قلت له حتى من اللون حتى من الديكور كلشي كيف كيف. قال لي هادشي اللي لقيت. قال لي شنو فيها؟ انت عندك ديالك وهي عندها ديالها وانا هكايا خرجت من المشاكل ومن الصداع. قلت له علاش زعما حتى النهار اللي انا بغيت داك الكادو اللي كان زوين زعما واللي كنت متسنياه عاد انت ديتيه لختك؟ قال لي ما تفهمينيش غلط، قال لي راه هذيك اختي وعزيزه عليا وانت مراتي عزيزه عليا. قال لي ما تبقايش تحطي هاد المقارنات هادو. قلت له ما كنحطش مقارنات ولكن اختك يعني راه كتفقسني كتقلي لي السم راه بالعاني جات. قلت له شوف انا زعما خبعتها وهي شوكي بالعاني جات وكتوريها لي وكتفقسني. قال لي علاش تفقسك؟ قال لي هي عارفه اني شريت لكم كيف كيف. هنا قلت هي عارفه انه يعني شرا لنا كيف كيف يعني كانت كتقلي لي السم كي قلت له دابا عاد فهمت. قال لي اش فهمتي؟ قلت له مهضره كنتي كتقول لي مازال ما لقيتش، كل مره كتعطيني سبب وكل مره كتعطيني عذر في شكل. قلت له قول انت ما لقيتيش واقيلا بانهم يعني بجوج بهم نفس اللون او بجوج بهم نفس الشكل كنتي كتسنى حتى تلقاهم وتاخذ ليا وليها. قال لي ما فهمتكش. قال لي دابا انت علاش مكبره الموضوع؟ قال لي هذيك اختي وانت مراتي. قال لي بغيت نشري لكم بجوج بكم حاجه وحده. قلت له هذيك انا اللي بغيتها وانا اللي اختاريت الموديل وانا اللي كنت يعني فرحانه بها وانا كنبغي بوحديتي نكون اللي لابسه ديك الحاجه ما كنبغيش كلشي يكون لابسها. قال لي ما تقوليش كلشي وما تجمعيش. قال لي هذيك راه اختي. قلت له حتى انا راني مراتك. قال لي ما درت حتى حاجه اللي زعما كتقلقك. قال لي كادو كنتي باغاه جبتولك وفي المقابل جبت لختي حتى هي باش تفرح. قال لي واش عندك شي اعتراض؟ قلت له لا ما عندي حتى اعتراض. المهم البنات عرفتي تفقس واحد الفقصه ما نعاودش ليكم. صافي سكت لان سلمت امري لله. بقيت هكا ساكته وكنفكر هي طاح واحد الفكره في راسي. جيت لعندو قلت له ياك دابا هذا الكادو انا اللي بغيته وانا اللي كنت مصره عليه وكل مره كنقول لك جبتيه لي ما جبتيه ليش كل مره كنسولك عليه. قال لي فعلا. قلت له شوف يا انا يا اختك. قلت له داك الكادو زعما يا يكون عندي انا يا يكون عند اختك. قال لي انا ما فهمتش دابا شنو ضرك ان الكادو يعني بحالك بحال اختي. قلت له ما سوقيش. قلت له الكادو غتمشي تحيدو لختك. قال لي انا حيدته لختي. قال لي شندير به؟ قلت له ما سوقيش واخا نعرف ترميه في سلط الزبل. قال لي واش لهاد الدرجه كتغيري من اختي؟ قلت له واش انت حمق ولا شنو؟ قلت له راه هي اللي كتغير مني، هي اللي اي حاجه عندي كتبغيها تكون عندها. قال لي انا دابا كنشوف العكس، كنشوف بان هي فعلا هي اللي كانت مظلومه في كل شيء وانت اللي ظلماها. قال لي دابا هي ما دارت لك والو، انا اللي شريت الكادو انا اللي عطيته لها. قال لي علاش هاد السم كامل؟ قال لي صافي كادو جات انت وجاها هي ما دارتش هادشي كله. قال لي بالعكس فرحات لك وقالت لي مزيان انك تفكرتيها وانت شنو كديري؟ قلت له والو يا انا يا هي. قال لي يا انا انت يا هي، انت مادام انت اللي قلتيها وانت اللي نحيد لك الكادو. عرفتي البنات تعصبت وتفقصت وما بقيتش قادره. كيفاش وحده يعني كتغير مني؟ كيفاش وحده يعني كتبغي تفقصني؟ كيفاش وحده كي قلت لكم كتقلي لي السم يكون عندي الكادو يكون عندها الكادو اللي انا مش حاله لي وانا كنطلب راجلي وانا اللي نطلبه وانا اللي نرغبه وانا اللي نبقى نسول فيه وفي الاخر هي تاخذ داكشي على ظهري انا ما تسرطاتليش. قلت له صافي معليش ياك بغيتيها هي اللي غادي تاخذ الكادو مشيت جبت ديك الساعه ولحتها ليه. قلت له صافي ما بقاش خصني ومن اليوم ما تعاودش تجيب لي شي كادو، من اليوم ما تعاود تجيب لي والو. الا كنتي غتجيب لي دائما بحالها ما خصنيش.
خد داك الكادو وخرج وتعصب ومشى. المهم جلست أنا هكايا مع راسي، صونيت على أختي، صونيت عليها. أختي واحد الإنسانة اللي زعما هكا حكيمة، المهم واخا هي صغر مني ولكن هي حكيمة وكتعرف كيفاش تصرف. عاودت لها شنو طرا، قالت لي: واش انت مكلخه، واش انت ما كتفهميش؟ قلت لها: علاش اش درت؟ قلت لها: واحد الحاجه كانت في الخاطر ديالي، يعني كنت خصني نخرجها ولا نطرطق. قلتها له، قالت لي: راكي مكلخه، هنا بينتي له فعلا كي قال لك بان اختو هي اللي مظلومه وانت اللي دايما تظلميها. قلت له شنو، قلت لها شنو الحل؟ قالت لي: الحل انك غادي تعيطي له وتقولي له: معليش انا كنت في لحظه انفعال، معليش انا كنت واحد الحاجه باغاها وانت جبتيها حتى لختك. المهم قالت لي هكا تحلوني هكا شويه في الهضره. قالت لي: وخليه يرجع لك الكادو. قالت لي: وبالعكس تعاملي مع اختو مزيان الا بغيتي تكسبيه. قالت لي: الراجل الا زعما تعاملتي مع عائلته مزيان ولا تهليتي فيه صافي راكي كسبتيه. قلت لها: كيفاش غادي ندير مع هاد السوسه اللي خارجه لي انا في عودي؟ قالت لي: شوفي، قالت لي: مادام هي ما كتاديكش، مادام هي ما كتجيش يعني جهتك، قالت لي: مادام يعني حتى الكادو كيف قال لراجلك راه هو اللي جابو لها، ماشي هي اللي مشات قالتها له. يعني قالت لي: راه ما عندك ما تقولي. قالت لي: ولا جيتي للحقيقه، قالت لي: وما تقلقيش مني، قالت لي: هنايا انت اللي غلطتي، قالت لي: وما عرفتيش تصرفي بحكمه. قلت لاش من حكمه وانا كنت كنغلب بوحدي كنقول كيفاش، انا اللي كنتقاتل، انا اللي كنرغبو، انا اللي كندير كلشي وفي الاخر هي كتاخدها هكاك بارده. قالت لي: ما يكونش هكايا قلبك عاوتاني شويه كحل. قلت لي: ياكي كتقولي عليا انا قلبي كحل؟ قالت لي: شوفي انا اختك، قالت لي: الحمقى، قالت لي: راه خصك تفرحي الواحد يعني باغي ينورك ويوريك الطريق ولا واحد تيضحك عليك ويضحك عليك الناس. قلت لها: عندك الحق. قلت لها: دابا شنو غادي ندير؟ قالت لي: غادي تنوضي كي قلت لك، قالت لي: غادي تعيطي له، غادي تعتذري منه وغتمشي عند اختو، غادي يعني تقولي لها بالصحه وداك الشيء وتبيني لها بانك فرحانه ليها من القلب. قلت لها: ولكن انا ما قاداش ندير هذا الشيء. قالت لي: غادي ديريه، قالت لي: خصك ديريه. المهم فعلا مشيت عيطت له، لقيته هو مقلق جالس كيدور هكا في الطوموبيل من بلاصه لبلاصه وما حملش كاع يرجع للدار. المهم حاولت اني نطبق داكشي اللي قالت لي اختي، اعتذرت له قلت له: حقا راهي يعني الشيطان دخل ولحظه غضب. قلت له: انا كنت متوقعه واحد الحاجه غير ليا انا، بغيتها زعما تكون هكا فريده، ما توقعتش انك تجيبها حتى لاختك. كون كان ديك الساعه علمتيني وقلتيها لي ما غاديش نتقلق حتى لهكايا حتى لهاد الدرجه. المهم فرح الصراحة ورجع قال لي فاش رجع قال لي: شوفي، قال لي: أنا راني حاجة وحدة اللي كنهرب منها، قال لي: كنهرب من المشاكل، قال لي: ما كنبغيك لا تقلقي انت ولا اختي تقلق، قال لي: هذيك راه اختي الوحيدة، قال لي: ما تنسيش بان حنا 5 ديال الولاد وهي البنت الوحيدة وهي البنت الصغيرة، قال لي: وزيدون راه الاب ديالي وصاني عليها قبل ما يموت، قال لي: يعني انا خوها، انا السند، قال لي: دابا حطي راسك بلاصتها، قال لي: دابا كون كنتي انت مثلا هي اختي زعما، قال لي: وعندك خوك، قال لي: وعندك مرات خوك، قال لي: واش ما تبغيش وما تفرحيش ان مثلا خوك يكون دائما تيتفكرك منين يجيب لها هي شي حاجه يجيبها لك انتي؟ قلت له: بطبيعه الحال نفرح. قال لي: وهكاك حتى هي. قلت له: ولكن علاش كتقلي لي السم؟ قلت له: راه هذا هو اللي ما كنحملش فيها. قال لي: هذاك راه الطبع ديالها. قال لي: راه بالعكس، يعني قال لي: راه فرحانه ليك وكتفرح ليك واي حاجه زوينه كطرالك في حياتك راه حتى هي كتبغيها. المهم حاولت اني نتقبل الهضره ديالو، حاولت اني ما نبقاش ندير المشاكل، حاولت ان يعني الا بغيت شي حاجه وجابها لها صافي نعتبرها شي حاجه اللي عاديه، ما بغيتش ندير المشاكل. كي قالت اختي عندها الحق، يعني انا الا بغيت نحافظ على الدار ديالي وراجلي ظريف راجلي زوين كيتعامل معايا، اي حاجه بغيتها كيجيبها لي، المهم يعني ما غاديش نلقى بحالو، يعني فعلا خصني نصبر وفعلا خصني ندوز شي حوايج. وكما كيقول واحد المثل قالك: على وجه الشي كيدوز الشي، وانا على وجه راجلي غادي ندوز لها هي هادشي اللي كدير فيا. وكي قالت عاوتاني اختي من واحد الناحيه لان فكرت مزيان في الهضره ديال اختي، هي ما دارت لي والو، الكادو اللي انا بغيتو راه هو اللي جابو ليا وجابو لها. وكي قال هو عاوتاني فاش فكرت قلت فعلا دابا حنا دايرين بحال يعني انا ولوستي دايرين عند راجلي بحال شي جوج بنيتات توأم اولا بنيتاتو زعما، يعني ملي كتبغي تجيب لولدك أحيانًا ملي كتبغي كاع تجيب لولدك ولا شي حاجة، يعني باش ما كيقولكش هذا لا علاش جبتي له هذا وهذا علاش جبتي له هذا، يعني كتشري لهم كيف كيف. راني تفهمت داك الشي اللي قال، أنا غير بغيت واحد الحاجة تكون مميزة، ما عرفتكمش واش غادي تفهموني ولا لا، واش غادي تكونوا معايا ولا لا، ولكن راه فعلًا عنده الحق. المهم فعلًا مشيت لعندها وهدرت معاها، يعني واخا أنا ما حاملاش ولكن المهم مشيت هدرت معاها وليت قلت لها بالصحة، قلت لها نكونوا أنا وياك دايرينها باش هكايا يعني تبان بأن راه أنا عندي ديالي وعندك ديالك. المهم هكا حاولت إني نلطف هكا الجو شوية وقلت لين على الشيطان ونحاول ما أمكن إنه نسايسو كي قلت لكم، قلت على وجه راجلي
أي حاجة دوز قلت لكم على وجه الشي كيدوز الشي. ما عرفتش واش هاد القرار اللي درت مزيان أولا لا، ولكن ما عارفاش كيفاش غادي نبقى ندير نتعامل معاه منين يجيب لها عاوتاني شي حاجة أخرى، لأن أنا كنشوف أنا من حقي يجيب لي. أنا ما كنقولوش ما يجيبش لختو، ولكن من حقي إني أنا منين نبغي شي حاجة تكون ديالي أنا بوحديتي، ما تكون عند حتى واحد آخر، يعني خصوصًا من الناس المحيطين بيا. ما عرفتش واش هاد الأفكار كيكونوا غير عندي أنا ولا حتى نتوما عندكم. تشاركوا معايا وقولوا لي واش هاد الشي اللي درتو يعني مزيان أولا لا كان خصني نبقى مُصرّة على الرأي ديالي، إن يا إما أنا يا إما ختو.